جربتي كل حاجة للكلف والتصبغات ولسه برضو النتيجة صفر؟ ده لأن في 3 مواد أساسية هي فعلا اللي بتفرق والباقي كله دعاية. بس الأول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. التلاتة دول هما الهيدروكينون والترانكزاميك أسيد والكوجيك أسيد. أولهم طبعا الهيدروكينون، ده هتلاقيه في الهاي كوين أو الميلا كوين أو التريتوسبوت، لأنه مادة فعالة فعلا وقوية جدا لعلاج التصبغات والكلف، بس لازم تستخدميه صح. طب تستخدميه ازاي؟ مبدئيا كده الحامل والمرضعة ما يركزوش معايا وطبعا ما يستخدموهاش. هتغسلي ايدك بالصابونه وبعدين هتغسلي بشرتك بالغسول بتاعك كويس جدا، وهتنشفي بشرتك كويس جدا ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه، وبعدين هتاخدي من الكريم قد حبه البسله على المكان اللي فيه تصبغ او كلف ذات نفسه، وبعدين هتغسلي ايدك تاني بالصابونه كويس جدا. والله لو حصل التهاب واحمرار اجري اغسليه وبعدين حطي المهدئ او جل الصبار بتاعك. اما لو ما حصلش اي حاجه ولا نغز ولا اي حاجه خلاص سيبيه، وبعد ما يتشرب ب10 دقايق حطي المرطب بتاعك عادي. بس المهم بقى انك تستخدميه اول اسبوع يوم ويوم لا، وتاني اسبوع ممكن تستخدميه كل يوم يا ستي لغايه ما توصلي لمرتين في اليوم. بس المهم بقى انك تحطي السان سكرين بتاعك لو خارجه، واهم حاجه انك تستخدميه لمده 3 شهور بس، وانت غالبا اصلا هتحسي بتحسن فعلا وفرق كبير في خلال ال3 شهور دول. طب لو ما جابش نتيجه في خلال ال3 شهور دولت يبقى لازم توقفيه عشان ما تلاقيش حصل عكس كل ده وتلاقي التصبغ والبقع بتزيد بدل ما هي بتقل، فتقلبي على الخيار التاني، والخيار ده هو الترانكزاميك اسيد والكوجيك اسيد. انا شخصيا بفضل انك تستخدميهم الاثنين مع بعض، الاثنين هتلاقيهم في انوا وسكانسيوتيكال وتيلوفيل وناتوريوم. ده ليه؟ لان الاثنين هيساعدوا بعض، واحد هيشتغل من فوق والتاني هيشتغل من تحت. الترانكزاميك اسيد بيمنع الخلايا انها تاخد صبغه الميلانين اللي اتكونت، اما الكوجيك اسيد فهو بيوقف الانزيم اللي بيكون اصلا صبغه الميلانين، وده اللي يخلي التركيبه دي فعلا قويه جدا وتدي فعاليه الهيدروكينون واكتر كمان. لو عندك اي سؤال اكتبي لي في الكومنت، وما تنسيش السبسكرايب عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده.